بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلن الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السداس رئيس عام شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الخميس بشرى سارة بشأن الحج والعمرة. وأكد الشيخ السداس على التزام مكة بالإجراءات الاحترازية الوقائية في الحرمين الشريفين لحماية المصلين والزوار من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وطلب الشيخ السداس رئيس الإدارة العامة للموارد البشرية بالبدء في تطبيق خطة العودة التدريجية للعمل طبقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأعلنت القيادة السعودية عن الضوابط العامة والنموذج الاسترشادي لاتفاقيات التعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين المملكة والدول المستهدفة. وتضمن الدليل الإرشادي عدة نقاط أبرزها تشكيل فريق العمل التنسيقي لتنفيذ ضوابط الوقاية في إطار أنظمة الطرفين وتشريعاتهما، ويلتزم الطرف الأول بتسمية أعضاء فريق العمل التابعين له، بالإضافة إلى ضوابط في المطارات. ويتضمن تخصيص الطرف الثاني صالة مغلقة ومعقمة ومكيفة ومكتملة الخدمات في مطار إقليمه المخصص لمغادرة ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة. وفي حال هبوط أي من رحلات الطيران في مطار إقليم دولة أخرى قبل وصولها إلى مطار إقليم الطرف الأول، فإنها تخضع لجميع الإجراءات اللازمة لدى الطرف الأول للدخول إلى أراضيه، ولا تستفيد من خدمة طريق مكة. وقررت الحكومة السعودية أمس الأربعاء تخفيف التدابير الصارمة المتخذة في مكة على مرحلتين، تقضي الأولى برفع منع التجول جزئيا عن المدينة من الساعة 6 صباحا وحتى 3 عصرا بالتوقيت المحلي، وكذلك السماح بالدخول والخروج منها. وأفاد الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على تويتر أن المرحلة الأولى التي ستبدأ بعد 5 أيام تتضمن السماح بممارسة رياضة المشي داخل الأحياء طوال اليوم، وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في الحرم المكي وفق الإجراءات المعمول بها لمنع تفشي عدوى كورونا.